تمشي يعني الآن الحكومة تريد تضرب السكك لإيران. والآن لو تقرون الورقة اللي موقعها وزير النقل مصيبة، اللي موقعها مع الجانب الإيراني. وزير النقل الحالي؟ الحالي نعم، وقع على ورقة مع الجانب الإيراني منحهم ربط السككي، وأن يملك إيران الجسر اللي على شط العرب. يملك إيران؟ يصير ملك لإيران، لأن إيران تريد تبني جسر، فهذا الجسر إذا صار ملك الإيران، هو أرض عراقية، شلون إيران تعطينا حق التملك ببلدها. زين أنت تملك على شط العرب، بعدين كل قطار عراقي يعبر يريد فلوس على الجسر. هذه مصيبة أكبر يعني. طبعا هذه الورقة، هاي الورقة أخي الآن بهاي الحكومة الحالية أنا رفعتها الآن، قدمت بها شكوى إلى الرقابة المالية وراح أقيم بها دعوة. فهذه زين بعدين من يريد يملك الجسر، إذا أنت تريد تملك جسر شلون تحسب مساحته؟ غير عرض في الطول. هو دوليا صاير هذا الموضوع؟ لا، احنا بغض النظر اذا اكو سياسه التعامل بالمثل، الماده 8 بالدستور، اذا ذاك الطرف يعطيك حق تمام تتملك ببلده، انت تعطيه حق يتملك ببلدك. جي. لكن اولا انت ما عندك، ثانيا حتى لو يعطيني حق انا ما محتاج يبني لي جسر وبعدين ياخذ علي تعرفه على كل قطار يمر. شلون حاسبين المساحه مالت الجسر حتى يتملك الارض؟ شلون حاسبين على قطر الدنقة مالت الجسر. مثلا هاي الدنقة قطرها 6 متر مربع في عدد الدنق، اكو هيك بالعالم. ما محسب المساحة، ما يحسب المساحة. يعني شوف يعني عقل مسؤولنا العراقي وين؟ هاي ورق، هاي قلم ايراني كاتبها، هاي قلم ايراني. يعني قلمنا العراقي بس يوقع؟ ماكو قلمنا، باوع مكتوبة عبارة بالاخير. اعلن الجانب العراقي بتسيير قطارات المسافرين. شنو هاي العبارة التافهة هاي؟ ويطلع يصرح لمحافظ البصرة، اسمعني، يصرح يقول نبارك الربط السككي مع جمهورية إيران الإسلامية لنقل المسافرين. هاي مو نقل المسافرين. وأيضا وزير النقل صرح يقول هو فقط لنقل المسافرين. هاي العبارة يقول أعلن الجانب العراقي رغبته عن تسيير قطار مسافرين، ما بأي إلزام على الجانب الإيراني أنه التمرير فقط، ويردون يخدعون الناس بأنه زوار ما زوار. هسه أنا إذا زائر ركبت من بغداد أريد أروح المشهد، تدري كم يوم؟ 3 أيام بالقطار. 3 أيام 250 دولار، أروح بالطيارة 200 دولار. تمام. فهاي الأكذوبة قاعد يستخدموها. احنا اذا انطينا هذا ما يقل خطورة عن الملف اللي نتحدث عنه. والله الخطورة المفروض ايضا يكون رأي عام. واوجه للسيد الصدر الربط السككي مع ايران، مع الكويت، مع اي دولة تقع على الخليج العربي، راح يفقد حق الحصرية لميناء الفاو، وربط القناة اللي ترتبط بتركيا يفقد اهميتها. واخذوها من عندي كخبير احكيها. اذا انطينا ربط سكك لايران أو الكويت أو أي دولة تقع على الخليج العربي، يعني ميناء الفاو ما راح نحتاج أكثر من 10-15 رصيف. يعني راح يلغي الكبير. هذا كاسر الأمواج اللي مسوينه مال 91 رصيف راح ينتهي. شركة الموانئ تتحول إلى خاسرة، أرباح الموظفين تروح، عمال الشحن والتفريغ يظلون واقفين بالشوارع. الاختصاص وين بالوزارة معالي الوزير؟ أخويا منو يحترم الاختصاص؟ أنا هسه قاعد قدامك. يعني من هذا العقد يمشي ويتم التوقيع، ما يشوفوا ما يطلعون عليه. اي أنا دزيت كتاب سؤال برلماني مدير الموانئ، أقول له قل لي شنو رأيك بالربط السككي لنقل البضائع؟ صار له 2-3 ما يجاوب، ما يقدر، بس يجاوب يقيلونه. تمام. شوف بس الأمانة الوظيفية والله الأمانة يقيلونك أفضل وأشرف من أنه تسكت عن هذا الموضوع.